مالك يا عمنا بس شايل طاجن ستك ليه؟ لم نفسك ياد، مش ناقصاك الحكاية كمان. الله، وانا اللي جاي عشان افرفشك شوية بدل النكد ده. احكي لي بس ايه اللي حصل. والله يا واد عمي خايف على اختي قوي، البت كسرت ال20 سنة ولسه ما لقتش عدلها. انا مقدر الموقف والله، بس هو يعني ايه عدلها؟ يعني مش عارفة تظبط زاوية التسديد، عايزة تشوط بلن. هي ده موسى ما لقتش عدالها دي، يعني ما جالهاش ولد الحلال اللي هيتجوزها. طب وايه السبب؟ مفيش حد اتقدم يعني، ولا هي عايزة مواصفات معينة؟ لا، في كتير اتقدموا لها، بس طبعا انت عارف الظروف والحالة المادية يعني. تلاقيهم مش شغالين وعايزين واحدة تصرف عليهم. لا لا، معظمهم موظفين وكل حاجة، بس برضك حالهم على قدهم. يبقى أكيد ما عندهمش شقة، دي مشكلة كبيرة فعلا. برضك عنديهم شقق، لكن المصاريف هتقف معاهم على حاجات صغيرة كده. حاجات زي ايه يعني؟ يعني الذهب مثلا، مهما كان الموظف اما يقبض هيجيب كيف 250 جرام ذهب للشبكة؟ 250 ايه يا نهارك اسود؟ امال عايزنا نرمي بناتنا كده بأي جوازة والسلام؟ وهي كواليتي الجوازة بتتحدد بوزن الذهب اللي العريس هيجيبه؟ لا يعني بس احنا مش أقل من الناس. وهي كل الناس بتطلب الشبكة دي؟ ايوه امال، دي اقل حاجة عندنا في البلد. بس كده الشباب مش هيتجوزوا والبنات هتعنس. ربك يرزق يا عمي، ما تشغلش بالك. على كده بقى هو الدهب بس ولا لسه في مصاريف كمان؟ لا ده احنا كده لسه بنبدأ. لسه عندك الولايم وزفة الفرش والكسوة والعشاء وطبعا القاعة. ايه كل ده يا عم؟ مين هيتحمل المصاريف دي كلها؟ والله اللي معاه يتقدم واللي معاهوش ما يلزموش يا ولد عمي. طب حط نفسك مكان الشاب اللي اتخرج وشغال بمرتب متوسط وعايز يتجوز. وهنروح بعيد ليه؟ ما انت اهو كلها كام سنة وهتبقى عايز تخطب. تقدر تقولي هتعمل ايه؟ لما نيجي الوقت هبقى يحلها ربنا. ما احنا في وقتها اهو. اختك لو فضلت ترفض العرسان عشان المصاريف المبالغ فيها دي عمرها ما هتتجوز. طب والعمل؟ العمل ان المهر يتخفف شويه، وكل المصاريف اللي ملهاش لازمه دي يا نقللها يا نلغيها خالص. خبر ايه يا جدع؟ انت عايز الناس تاكل وشنا ولا ايه؟ برضه هيقول للناس كلام الناس في الحاجات دي ملوش لازمه ولازم ما نهتمش بيه. كيف عاد عايزنا نسيب الاعراف والعادات؟ ده كلام ماسخ. وهي العادات والاعراف بيقولوا اننا نعجز الشباب ونقف قصاد مستقبلهم؟ وبعدين انت كنت حكيت لي عن جوازة في بلدكم من قريب، العريس كان صارف ومكلف وكل حاجة، كان اسمه ايه؟ ده الحاج سمعان ابو جمعة، فرحه كان من ياجي شهرين كده. وفي واحد تاني قلت لي عليه عمل فرحه على الضيق او ما عزمش ناس كتير. ايوه ده الواد شعبان ابو محمد. حلو، الناس بقى اتكلمت على شعبان قالت ايه؟ قالوا انه بخيل وفقير، كان المفروض يكون نفسه قبل ما يتجوز. طيب والحاج سمعان قالوا عنه ايه؟ قالوا تبذير واسراف ما كانش ليه لازمه. اهو يعني الناس كده كده هتتكلم، واللي هيدور على رضا الناس مش هيرتاح طول عمره عشان هو بيدور على حاجة عمره ما هيوصل لها. أختك تستحق زوج عنده دين وأخلاق ويعرف يشيل مسؤولية، مش زوج يعمل لها فرح كبير ويرمي فلوس على الأرض وخلاص. وكمان ممكن يتسلف عشان يكفي مصاريف الجواز، وبعدين يفضلوا يسددوا ديونه بعد الجواز وحياتهم تبدأ بعكننة. للأسف يا أخي كل حاجة عندنا بقت صور. التعليم بقى مجرد حفلة تخرج كبيرة بنجيب فيها مغني وفرقة عزف وننسى اللي اتعلمناه أصلا. والجواز بقى صورة وتباهي قدام الناس مع نسيان المعنى الحقيقي للزواج وتكوين أسرة متماسكة. الأب فيها سند وعمود من أعمدة البيت، مش مكنة فلوس بتصرف وخلاص. والأم فيها كيان بيربي ويكبر، مش ند بند مع زوجها كأنهم داخلين حرب. والله يا واد عمي عندك حق. فكرتني صحيح، انت مش ناوي تتجوز ولا ايه؟ لا انا مستني اكون نفسي واجيب ال 300 جرام اللي حماية طالبهم.